ازاي تحافظ على فلوسك في وقت التضخم؟ بصراحة احنا عايشين في وقت الأسعار بتزيد كل يوم. كيلو السكر النهاردة غير الأسبوع اللي فات، والدولار بيجري والجنيه بيحاول يلحق بيه. فالسؤال اللي بيخطر على بال أي حد، أحافظ على فلوس ازاي وقت التضخم؟ ما تقلقش، النهاردة في اقتصاد ببساطة هقولك خطوات عملية تحمي بيها نفسك وفلوسك من الغلاء. أول حاجة لازم تفهمها، التضخم يعني قيمة الفلوس بتقل. طبعا احنا قلنا الكلام ده قبل كده. يعني ال100 جنيه اللي في جيبك النهاردة بعد سنة ممكن تشتري بيها نص اللي كنت بتشتريه. فلو سبت فلوسك نايمة في الدرج أو الحساب العادي، انت كده بتخسر من غير ما تحس. طيب نعمل ايه؟ أول خطوة، ما تخليش كل فلوسك كاش. حاول تحوش جزء في حاجة لها قيمة حقيقية، زي ذهب، عقار، أرض، أي حاجة من الحاجات اللي هي أصول ثابتة. لأن الكاش بيتاكل مع الوقت، يعني بيقل يعني. لكن الأصول دي قيمتها بتزيد لما السعر بيزيد، هي بتزيد. تاني خطوة، قسم فلوسك صح. ما ينفعش تحط كل البيض في سلة واحدة، طبعا ده مثل معروف. يعني مثلا جزء للذهب، جزء للبنك، جزء للطوارئ. كده لو حاجة منهم وقعت الباقي يحميك. تالت خطوة، اشتري اللي ليه قيمة مش اللي بيستهلكك. يعني بدل ما تشتري موبايل جديد كل سنة، استثمر في كورس أو مهارة تزود دخلك. الموبايل مش هيفيدك. التضخم مش دايما وحش، هو بيكشف مين بيصرف ومين بيفكر. رابع حاجة، تابع الأسعار الفايدة والبورصة. أوقات كتير البنك المركزي بيرفع الفايدة وقت التضخم، فده وقت مناسب تحط فلوسك في وديعة. ولو عندك خبرة شوية، ممكن تشتغل على استثمار بسيط في الأسهم أو صناديق الاستثمار. خامس وأهم خطوة، زود دخلك. التضخم مش بس بيتحارب بالادخار، ده بيتحارب إنك تزود دخلك بأي طريقة. شغل جانبي، فريلانس، بيع أونلاين، أي حاجة تزود الفلوس اللي داخلة. لأنك مش هتقدر توقف الغلا، لكن تقدر تزود سرعتك عنه شوية. التضخم واقع، لكن الخسارة مش ضرورية. كل جنيه عندك يقدر يشتغل لو استخدمته صح. فاكر دايما شعارنا، واوعى تنساه، افهم علشان ما تنخدعش. لو الفيديو ده عجبك، دوس لايك واشترك في القناة، علشان الحلقة الجاية هتكون قوية جدا. معاكم قناة اقتصاد ببساطة، نفهم الاقتصاد بلغة الناس. في أمان الله.